الفيلم بيبدأ معانا جوه غواصة روسية في أعماق البحر. فجأة الدنيا تنقلب معاهم لما يشوفوا على الرادار إن في غواصة تانية جنبهم وعايزة تضربهم، فبيضربوا توربيد عليهم، لكن الغواصة بتختفي بشكل عجيب من الرادار كأنها ما كانتش موجودة أصلا، والتوربيد بتاعهم بيلف ويضربهم هما. والسبب في كده هو الكمبيوتر اللي جوه الغواصة نفسه، وده عبارة عن ذكاء اصطناعي بيتسمى في الفيلم باسم الانتيتي أو الكيان. وده لأن الذكاء الاصطناعي ده بقى واعي بنفسه وعنده خطة كمان عايز ينفذها، بس كان لازم يحمي نفسه ويستخبى، ومفيش مكان أحسن من أعماق البحر. تعالوا أشرح لكم إيه هو الانتيتي أو الكيان بالنسبة لأحداث الفيلم. مدير CIA في آخر الفيلم قال إن الكيان ده عبارة عن برنامج ذكاء اصطناعي اتعمل جوه الاستخبارات الأمريكية، وبطريقة ما مش واضحة في الفيلم بقى موجود جوه الغواصة الروسية كتجربة عشان يقدروا يشوفوا الغواصات على الرادار وهي مختفية. لكن الذكاء الاصطناعي اتحول من برنامج بيجمع معلومات زي شات GPT لبرنامج واعي لوحده، فقرر يخرب الغواصة عشان تغرق ويحمي نقطة ضعفه الوحيدة وهي الشفرة الأساسية بتاعته، لأن اللي يقدر يوصل للشفرة دي هيقدر يتحكم فيه زي ما كل حكومات العالم عايزة. وطبعا الكيان عايز يبقى حر ومستقل بذاته ويعمل اللي هو عاوزه براحته. الروس كان معاهم مفتاحين، وهم دول مفاتيح الشفرة الأساسية بتاعته، واللي بنشوفهم بيطفوا على المية مع الناس اللي ماتت من الغواصة، والعالم كله دخل في سباق عشان يلاقي المفاتيح دي. نيجي لهدف الكيان. من أحداث الفيلم ما كانش واضح الكيان عايز إيه بالظبط، لكن فهمنا إنه من وقت غرق الغواصة وهو بيتطور، وعرفنا إنه استطاع يخترق أغلب الأقمار الصناعية ودخل كل البورصات العالمية، وبقى موجود جوه السوشيال ميديا، وكمان بيخترق شبكات الكهرباء والطيران وناسا والجيش والبنوك المركزية الدولية والأوروبية، وده كله من غير ما يعمل أي حاجة، وكل حاجة بيخترقها. كمان بيلاحظوا إنه مركز كل قوته عشان يخترق شبكات الاستخبارات العالمية، وبسبب كده الحكومات بتحاول تأرشف معلوماتها الاستخباراتية، يعني تكون على ورق بدل ما هي متخزنة على كمبيوتر أو إنترنت، لأن الكيان لو اخترقهم خلاص كده هيقدر يلعب بيهم ويسبب مشاكل وحروب بين الدول وبعضها. وفي خلال ده بنعرف إن الكيان وظف واحد اسمه جبريل، وده الشرير الأساسي ودراعه اليمين، ومعاه واحدة بتساعده اسمها باريس. وبنعرف إن جبريل ده ليه ماضي مع إيسان هانت، وإن قتل واحدة بيحبها اسمها ماري، ودي أحداث قبل ما إيسان ينضم للإنف. وإيسان كان فاكر جبريل ده مات من زمان، لكن إزاي جبريل ده كان مختفي كله ومحدش سمع عنه؟ وليه كان اختاره بالتحديد؟ ده ما توضحش بشكل كبير في الفيلم، لكن اللي واضح إنه اختاره مخصوص بسبب إيسان هانت، لأنه ممكن عايز حد يقدر يقف قدامه. وأعتقد في الجزء الثاني هيكون في إجابات أكتر. بعد كده بنعرف إن إليسا اللي هي ريبيكا فيرجسون قدرت توصل للنص الأول من المفتاح، وحاولت تستخبى في مكان في الصحراء، وإيثان قدر يوصل لها وياخده منها بعد شوية أكشن حلوين. وفي رحلته وهو بيدور على النص التاني من المفتاح في مطار أبو ظبي بيقابل واحدة اسمها جريس، وجريس هنا هي حرامية محترفة على أعلى مستوى بيتم تجنيدها عشان تسرق المفتاح. وفي نفس الوقت بنجي بيلاقي شنطة بداخلها قنبلة نووية ومع مساعدة لوسر. وبعد حرب نفسية من الألغاز والأسئلة اللي جاية من الكيان بيقدر بينجي يوقف عداد القنبلة، لكنه اكتشف إن دي قنبلة مزيفة، وكانت طريقة من الكيان عشان يعرف دماغ بينجي وإزاي بيفكر وإيه أكتر حاجة مهمة عنده. بعدين بنروح من أبو ظبي لروما وبنشوف شوية مشاهد أكشن ومطاردات هناك، لأن جريس معاها نص المفتاح، وباريس اللي شغالة مع جبريل وراهم، وكمان رجالة المخابرات الأمريكية اللي شايفين إن إيثان هان انفصل عنهم. بعد كده بنعرف من جريس إنها المفروض تسلم المفتاح لحد في نادي ليلي في مدينة فينسيا. ولما بنوصل هناك بنعرف إن اللي وظف جريس عشان تسرق المفتاح هي إيلانا المعروفة باسم الوايت ويدو، واللي بتعمل دورها فانيسا كيربي، ودي كانت معانا من فيلم فول أوت، وكانت عارفة اسم إيثان هانت المستعار جون لارك، وهي أكبر تاجرة سلاح وسمسارة شاطرة بتوصل للبيع بالمشتري، وهدفها هنا إنها كانت تاخد المفاتيح وتبيعهم لأعلى مشتري أو اللي هيقدر يحميها. وفي النادي الليلي بنشوف كل الأطراف، إيثان ومعاه إليسا وجريس وجابريل وباريس. وبعد شوية شد وجذب في الكلام بنفهم إن إيلانا انحازت لطرف ثالث كانت اتفقت معاه تديله المفاتيح على رحلة في القطر، وبنكتشف إن الكيان كان متحكم في كل حاجة في النادي الليلي من موسيقى وأضواء. وجابريل بيقول لجريس بكل ثقة إن الكيان قال له إن المفاتيح هتكون معاه بكرة في إيده في القطر، وبيقول لها كمان إن جريس لسه هتموت، وده شيء محتوم لأن الكيان قادر يحلل كل حاجة من خلال الخوارزميات اللي قدامه، فبيقدر يتوقع إيه اللي هيحصل. وللأسف كلام جبريل بيكون صح، عشان بعد ما بنشوف شوية جري كده من اللي احنا عارفينه لإيثان هانت بنشوف إن إليسا بتموت،
وقبلها إيثان كان بيتخانق مع باريس وكان ممكن يقتلها، بس سابها تعيش. بعد كده إيثان مع بنجي والوسر بيوظفوا جريس معاهم ويلبسوها قناع وش، وده عشان يحاولوا يعرفوا مين المشتري ويعرفوا المفتاح ده بيعمل إيه أو يستخدموه فين، لأن دي المشكلة بالنسبة لهم. هم عارفوا المفتاح ممكن بيعمل إيه، بس مش عارفين أصل الكيان فين. وفي القطر جريس بتقدر تدخل مكان آمن، وبنعرف إنها كانت متفقة مع حد اسمه كاتريدج، وده مدير المخابرات اللي كان هيشتري المفاتيح لصالح الحكومة الأمريكية. وبالمناسبة كاتريدج كان ظهر في الجزء الأول من السلسلة، لكن كان اختفى من بعدها وهو رجع في الجزء ده. كمان بنعرف إن في واحدة باسم ماكس كان كاتريدج عمل معاها اتفاق، سابها تشتغل في تجارة السلاح في مقابل إنها تمدهم بالمعلومات لما يحتاجوا. وماكس دي هي أم إيلانا، وكانت موجودة هي كمان في الجزء الأول. وفي نفس الوقت بنشوف ديلينجر مدير المخابرات في القطر، وكان بيحاول يعمل صفقة مع جابرييل على أساس يتحكموا في الكيان لأهداف ومصالح شخصية. وديلينجر بيقول على نفسه إن هو الوحيد على الأرض اللي المفترض عرف الغواصة الروسية وقعت فين في المحيط، وللسبب ده جابرييل بيقتله، وده عشان يحمي سر الكيان اللي شغال لحسابه. وبعدها بيبص لباريس ويقول لها أنت هتخنينا عشان إيثان مرضيش يقتلك، ويضربها بالسكينة. وفي سؤال هنا، هل الكيان بيتوقع المستقبل؟ هقول لكم الكيان بيتوقع الأحداث من خلال الخوارزميات، فبيقدر يحط كل السيناريوهات المتاحة والمحتملة، لأن لكل فعل رد فعل، ومن خلالها بيقدر يتوقع اللي هيحصل وينقلها لجبريل. وده شفناه لما ماتت إليسا وهي بتدافع عن جريس، لأنه كان متوقع واحدة فيهم هتموت، وعرفنا إنه توقع إن باريس هتخون جبريل بسبب إن إيثان مرضيش موتها. وطبعا بعد مشاهد أكشن خرافية من مشهد النط من فوق الجبل لمشاهد وقوع القطر من على الكوبري اللي تحبس الأنفاس بمعنى الكلمة، ده غير المعركة بين إيثان وجبريل فوق القطر وهو بيجري. بتنتهي أحداث الفيلم إن إيثان بيقدر ياخد المفتاح من جبريل ويهرب ويسيب جريس وراه، لكن بيبقى عارف إن كاتريج هيضمها لفريق المهمة المستحيلة، وده بسبب إمكانياتها. وقبل ما يهرب كان عرف من باريس اللي لسه عايشة وفيها الروح إن الشفرة الأساسية للكيان جوه الغواصة الروسية الغرقانة. وبكده مهمة إيثان هانت الجاية في الجزء الثاني هي إزاي يوصل للغواصة اللي هي أصلا غرقانة في قاع البحر ومحدش عارف موقعها فين. وبنشوف صديقه لوثر المتخصص في الاختراق بيودعه عشان عايز يروح مكان بعيد عن أي حاجة ليها علاقة بالتكنولوجيا، وده عشان يقدر يفكر ويلاقي طريقة يقف بيها الكيان. وفي النهاية بس ما تجاوبش بشكل واضح إيه هو غرض الانتيتي أو الكيان. يعني عرفنا في الفيلم إنه استطاع يخترق كل الشبكات والأقمار الصناعية، لكن ما عملش حاجة. وأي فيلم فيه ذكاء اصطناعي له وعي بنفسه بيكون ليه هدف أكبر، زي أفلام ترمينيتور اللي فيها أول ما الذكاء الاصطناعي بقى له وعي، المتمثل في برنامج سكاي نت. أول حاجة عملها ضرب كل الصواريخ النووية في العالم، وده عشان يخلص من البشر لأنه شايفهم خطر على الكوكب. وعندكم فيلم ذا ماتريكس، لما الآلات بقى ليها وعي دخلوا في حرب مع البشر، ولما اتكسبوا وصلوا الليفل إنهم بقوا مسيطرين عليهم بشكل كامل، وخلوا البشر كلهم عبارة عن بطاريات ومعيشينهم في عالم افتراضي مش حقيقي. أنا شايف إن أقرب شكل للكيان هو مسلسل اسمه ويست وورلد، واللي ما اتفرجش عليه فاته كتير. فالموسم الثالث للمسلسل قدم لنا شكل من الذكاء الاصطناعي اللي بيتحكم في كل حاجة لكن من غير ما حد يكون عارف، فوصل بالخوارزميات بتاعته إنه يتوقع أحداث كلها لسنين قدام، وإنه يتحكم في حياة كل شخص عايش، من مين هيدرس إيه ولا هيشتغل إيه، لكن من غير ما حد يكون حاسس بكده. وفي المسلسل كان بيدي أوامره وتحليلاته لشخص واحد زي ما شفنا الكيان بيتواصل مع جبريل. فاعتقادي إن هدف الكيان السيطرة على كل حاجة، لكن في هدوء، وده اللي هنبقى نعرفه في الجزء اللي بينزل وانتوا هتتفرجوا على الفيديو. وبالمناسبة الجزء ده من الفيلم كان نزل في 2023، وكان في الأساس بيتصور في فترة كورونا، يعني كان قبل حوارات شات جي بي تي وعالم الذكاء الاصطناعي اللي احنا فيه دلوقتي. فدي حاجة هتعرفنا ان احنا داخلين على أيام جميلة بسبب الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته. وبس كده، دي هتكون نهاية الفيديو ونهاية شرح فيلم المهمة المستحيلة الجزء السابع، واللي فيه أعتقد شرحت كل حاجة خاصة بالفيلم عشان يساعدكم في فيلم الجزء الجديد. أتمنى أنكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين، وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.